تابعت المؤتمر الصحفي مال نادي برشلونة اللي يعلن به رئيس النادي لابورتا استمرار تشافي بعقده كمدرب الفريق لحد نهاية العقد عام 2025. فحبيت أشارككم رأيي اللي على الأغلب راح يكون بعيد عن الإنصاف والموضوعية والمهنية، كونه نابع من شخص حاقد وشخص الموضوع ويا المدرب. وأوعدكم ويا نهاية هذا الفيديو راح أصفر كل حساباتي ويا مدرب تشافي حتى أشوف وين يوصل، وراح أدعمه من بداية من الموسم القادم. استنتجت من المؤتمر كله عبارة عن كذب وتهريج واستخفاف المشجعين وضحك على الذقون وضحك على المشجعين نفسهم. المؤتمر كان بيكذب اكثر من الكذب اللي سواه المخرج بيتر ميمي بمسلسل الحشاشين. ببدايه المؤتمر لابورتا يقول ان تشافي متحمس ويستحق ان يقود الفريق لحد نهايه عقده بوقت قبل فتره لما كانت نتائج الفريق سيئه والفريق يمر بحاله انتكاسه. لابورتا بنفسه قال لو كان المدرب شخص ثاني غير تشافي كان تم اقالته من زمان وبدون اي تردد. بعد ما خلص لابورتا كذب اجى الدور على تشافي حتى يبلش يكذب. يقول انا قعدت ويا المدرب ويا الرئيس واتفقنا انه انا فترتي ويا النادي ما لازم تنتهي واكو دوافع تخليني استمر. زين، اذا نرجع شويه لورا ونشوف الدوافع اللي خلتك تقدم استقالتك من تدريب الفريق، هي انت خسرت ويا بلباو 4 بالكأس وطلعت، وخسرت من فياريال 5 بالدوري وبيومها اعلنت الاستقاله. بينما هسه بوادر التجديد والاستمرار بقياده الفريق طلعت ورا ما طلعت من باريس بدوري الابطال وخسرت من ريال مدريد بالكلاسيكو، حتى وان كان الدوري منتهي والكلاسيكو ما له اي قيمه. ما اعرف شنو يعني شنو اللي اختلف عن اسباب الاقاله حتى تخليك تجدد وهي نفس الخسارات. هناك خسرت لعبتين كاس ودوري، هناك خسرت لعبتين ابطال ودوري. الابطال ودعت بها اصلا من الدور ربع النهائي، والدوري خسرت بهدف كان مشكوك وممكن ينحسب وتنحسب اللعبه تعادل. بس يعني شنو تعود يعني لما انظلم الفريق او لما صارت مظلوميه على الفريق حققت الشرط اللي يخليك تبقى مدرب البرشلونه. ولابورتا نفسه يقول احنا نفتخر بوجود مدرب كمرجع كبير مثل تشافي. تشافي انه شو صار مرجع يعني؟ هو بيلي، كرويف، غوارديولا، مورينيو، انشيلوتي، هو خبرته التدريبيه كلها من السد البرشلونه. وهذا مو انتقاص من تشافي، بالعكس الواحد لازم يعرف مقامه. هسه انت ممكن اذا تسال كلوب انت مرجع بالطوبه يقول لك لا مو مرجع، رغم مسيرته اللي صار لها كذا سنه ودرب ليفربول ودرب دورتموند. وانا شخصيا اشوف الموضوع كان فراره من المدرب من رئيس النادي حتى يمتصون غضب الجماهير باعلان الاستقاله. بعدين لما تهدأ الاوضاع او تحين الفرصه اللي لقوا بيها موضوع المظلوميه سواء بطرد اراوخو او بالكلاسيكو، المشكله اللي صارت رجعوا علنوا الموضوع وقرروا انه تشافي راح يستمر بقياده الفريق لحد نهايه عقده. ويجوز انت كشخص تشوف لابورتا مهرج، تشوفه سكير، تشوفه عربنشي، بس بالنهايه هو شيطان. لابورتا واحده من الاسباب اللي خلته، يعني حسب رايي انا، الاسباب اللي خلته يختار اليوم هو اعلان تمديد عقد تشافي او اعلان استمرار تشافي بمنصبه لحد نهايه عقده. هو اليوم الذكرى العاشره او الذكرى التاسعه لوفاه تيتو فيلانوفا، بحيث بالمؤتمر لما قال انه تشافي راح يستمر قال اريد ناخذ دقيقه صمت حدادا على روح تيتو فيلانوفا. والموضوع من باب الانصاف وحده من اثنين: اما مثل ما قلت لكم هو خطه بين الاداره والمدرب حتى يمتصون غضب الجماهير وبعدين يعلنون استمراره، او لابورتا الشيطان حصر تشافي بخانة اليك، بحيث قال له انت اذا تطلع راح تشوه سمعتك قدام الجماهير وانت طالع بصفر صفر بموسم صفري وخسران كلاسيكو وطالع من الدوري الابطال بريمونتادا، وراح يجي بديلك ماركيز. وبهيج لابورتا ضمن شغلتين: الاولى انه هو ضمن انه اكو مدرب راح يتحمل النقد مكانه والجماهير ممكن يكون نقدها اخف لو كان غير مدرب. والشغله الثانيه بسبب ظروف النادي الماديه وعدم القدره على تسميه مدرب كبير ياخذ راتب عالي، ابتعد المدرب عن تسميه ماركيز بدلا من تشافي باعتبار انه ماركيز ما عنده اي خبره تدريبيه قويه عدا تدريب الرديف. لهنا اخلص رايي بالموضوع. انا ما عندي ثقه لا بالمدرب ولا عندي ثقه برئيس النادي نفسه، لان هم اثبتوا انهم اثنيناتهم واحد كذاب اكثر من الثاني. وهسه لازم تباركونا لان خلصنا من تشافي وجانا مدرب جديد اسمه تشافي. في امان الله.